عمركم تخيلتوا وانتوا بتتفرجوا على فيلم الأيدي الناعمة بتاع أحمد مظهر إن يجي يوم والقصر اللي عاش فيه البرنس العواطلي يتسرق منه لوحة واحدة بس تسوى حوالي 55 مليون دولار؟ أهو ده فعلا حصل في الحقيقة. ده بابا دول لازم حرامية، دي حركات حرامية. مرعوش من ايه مدام الحصار انفك والجو خالي، لحسن يكونوا متربصين. لا ده انت قلبك خفيف خالص، اصلهم خونة. بابا القصر اللي ورايا ده اهو ده اهم متحف فني موجود في الشرق الاوسط، وهو نفسه القصر اللي اتصور فيه الفيلم. وهو في الاصل ما كانش متحف لكنه كان قصر، والقصر ده كان بيملكه سياسي مصري اسمه محمد محمود خليل، وكان عايش فيه مع زوجته الفرنسية. وبسبب حبهم للفن التشكيلي جمع الزوجين كمية كبيرة جدا من أهم اللوحات الفنية الموجودة في العالم. مثلا زوجته اشترت لوحة للفنان الفرنسي الشهير رينوار بمبلغ 400 جنيه استرليني. انتوا متخيلين المبلغ ده كان عامل ازاي وقتها؟ ونفس اللوحة دي اتقدرت سنة 1953 بمبلغ 40 مليون دولار. شوفوا بقى اليومين دول تعمل كده. وتمر السنين ويموت محمود خليل اللي كان موصي ان بعد وفاة زوجته القصر ده يتحول لمتحف، وده اللي حصل فعلا سنة 1962. وبرغم ان المتحف بيضم مجموعة من المقتنيات الثمينة، لكن الشهرة الحقيقية الشعبية للمتحف ما جاتش غير في أغسطس 2010 لما صحيت مصر على سرقة لوحة ظهور الخشخاش للفنان العالمي فان جوخ، واللي اتقدرت قيمتها بحوالي 55 مليون دولار. حرامي اللوحة دخل المتحف في عز الظهر وقام واخد اللوحة وقاطعها بقطر وساب البرواز مكانه. هي حاجة من ريحتها برضه. وسائل التأمين كلها احنا عملناها والمفروض انها كانت بتعمل، لكن اكتشفنا، انا شخصيا اكتشفت انها لا تعمل، وان نفس الادارة تترك المتحف مفتوح وانه كل وسائل الامن غير جاهزة. ده خطأ كبير جدا وجسيم للغاية، يستحق عقاب شديد. ولحد النهارده الانتربول لسه بيدور على الجاني. مش جه الوقت بقى انك تطلع اللوحه هنا في الساعه دي؟ ما بقتش محتاجها. هي لقوها عادي صح؟ ما لغاش لسه. احلف والله ما راحوش الليفنج عندك، ما دخلوش البيت عندك ولا بره. انا عمال اعزل كل شويه من مكان لمكان. الغريب بقى ان نفس ذات اللوحة كانت اتسرقت قبل كده سنة 77 ورجعت تاني. ما تفهمش هي فلوسها كانت حرام ولا ايه. المهم يا سيدي ان المتحف فضل مقفول بعد الحكاية دي حوالي 10 سنين وما اتفتحش تاني غير في 2021 بعد تطوير وتجديد المبنى على احدث طراز عالمي عشان يفوز في الاخر بجائزة افضل مشروع ترميم في العالم. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات تانية كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكاية جديدة.